أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات محامية. موكل من الموكلين عندي بيسألني بيقول لي يا أستاذة، هو أنتوا كمحامين كده غاويين تعملوا مشاكل مع الحكومة وتعملوا وقفات واحتجاجات كده وتجمهر قدام المحاكم؟ قلت له تعالى أقولك، احنا بنعمل مشاكل مع الحكومة وبنعمل الوقفات ديت قدام المحاكم ليه؟ احنا بنعملها علشانك وعلشان غيرك. هو أنت ما عندكش خبر إن رسوم التقاضي زادت بقت 500%؟ فبيقول لي ايه؟ قلت له زي ما سمعت كده، الرقم اللي انت سمعته صحيح، يعني ما زادتش 50% ولا 10%، لا دي زادت 500%. يعني بحسبة بسيطة كده، انت لو كنت بتدفع مثلا جنيه واحد، بدل الجنيه اللي كنت بتدفعه هتدفعه 500 دلوقتي. أول كنا بنعمل إعادة الإعلان بلا رسم، دلوقتي إعادة الإعلان بقت برسم، الصيغة التنفيذية بقت برسم. مراجعة الحوافظ كنا بنكتفي بس بختم المراجعة، دلوقتي مراجعة الحوافظ لازم تدفع رسم، وممكن رسم الحافظة الواحدة يوصل من 500 ل 600 على حسب عدد الورق اللي انت مقدمه في الحفظ، ورسم الورقة الواحدة 33 جنيه. والحوافظ دي طبعا مهمة على أساس ديت بتدعم دعوتي اللي أنا مقدماها. والمفروض للأسف إن القانون يحقق العدالة ما بين الناس، والناس كانت بترفع الدعاوى علشان تاخد حقها بالقانون اللي كفله لها الدستور. للأسف الناس دلوقتي في ظل زيادة الرسوم التقاضي هتبطل ترفع دعاوي. في الحالة دي هيبقى مفيش قانون، وفي حالة غياب القانون اللي هيبقى مسيطر على الموقف هو البلطجة. الناس هتلجأ للبلطجة لأنها هتبقى أرخص وأيسر في إن هي تاخد حقها، هتبقى أرخص من رسوم التقاضي. المواطن مش مستحمل عبء جديد ويكون عبء مادي عليه كفاية الأعباء اللي عليه بسبب الظروف الاقتصادية اللي بتمر فيها البلاد. المسؤول عن فرض رسوم جديدة أو فرض زيادة رسوم التقاضي تعامل مع القانون على إنه سلعة، يزود سعرها. معاك مقدرة مادية ترفع دعوة، ما معكش مقدرة مادية مش هتقدر تاخد حقك. للأسف المبدأ ده أهان القضاء وأهان العدالة، وكمان خلى الشخص اللي له حق مش هيقدر ياخده لأنه عاجز عن إن هو ياخد حقه، لأنه مش قادر يرفع الدعوة عشان ما معهوش رسوم الدعوة. للأسف القانون في مصر في الفترة الحالية بقى لمن استطاع إليه سبيلا. ياريت صوت كل محامي يوصل لوزير العدل ويراجعوا تاني فرض الرسوم أو فرض زيادة الرسوم الجديدة، لأن ده مش هيأثر على المحامين بس، هيأثر على المحامين وأصحاب الشأن. إلى اللقاء في حلقة جديدة.